أخطر سن في التربية مش المراهقة، أخطر سن هو من 7 سنين ل12 سنة، لأن دي مرحلة بناء القواعد والحدود بيني وبين أولادي، اللي هيدخل بيها ابنك أو بنتك في سن المراهقة. فكتير من الأهالي بيقولوا لما ابني يكبر هبقى حازم معاه، لكن الحقيقة إن الحزم ده بيتبني من بدري جدا. والحزم مش معناه إن أبقى قاسي على ابني أو بنتي أو أبقى عصبي عليهم. الحزم هنا معناه حدود واضحة وثابتة. فأول حاجة عايز أتكلم فيها الإلكترونيات، الشاشات. يعني ما ينفعش الطفل أو ابني أو بنتي يقضي يومه كله على الموبايل أو الأيباد، وفي نفس الوقت ما ينفعش نمنعه طول الأسبوع ونسيبه يوم الأجازة ساعات طويلة جدا يبقى ماسك الأيباد قاعد اليوم كله عليه. فالافضل هنا اننا نحدد وقت يوم قصير، يعني كل يوم يقعد بس ربع ساعه 10 دقائق، وقت محدد وثابت. فالطفل بيبقى عارف امتى يستخدم الشاشه وامتى يقفلها. تاني حاجه من الحاجات المهمه جدا الرفاهيات. يعني مش كل طلب يتنفذ في نفس اللحظه. لازم الطفل يا جماعه يتعلم ان في احتياجات اساسيه وفي حاجه اسمها كماليات، ليها وقت وميزانيه محدده. فتالت حاجه معانا ودي مهمه جدا، اتفاق الاب والام على الحاجه اللي هم بيقدموها لاولادهم. يعني ما ينفعش ماما تقول حاجه وبابا يقول حاجه تانية خالص. يعني كأب ما ينفعش يقول مثلا على حاجه لا والولد يروح لمامته تقول له اه، لان الطفل بذكائه هنا بيتعلم او هيتعلم يلعب على الخلاف ده، فخصوصا لما يدخل المراهقه. فافتكروا ان البلوغ بقى بيجي بدري جدا، وممكن تلاقوا طفل عنده 9 سنين حاسس انه كبر. علشان كده الحدود الواضحه من 7 سنين ل 12 سنه دي مش رفاهيه يا جماعه، دي حاجات اساسيه مع اولادنا. ده استثمار في مراهقه اهدى وعلاقه اقوى مع اولادنا. لو ما حطيناش الحدود النهارده يا جماعه هنحاول نفرضها بكره بعد ما يكون الوقت فات.